انتوا دلوقتي مع بودكاست بين العلم والقرآن مع آية قطيط وإنجي أبو المكارم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في ثالث حلقة من بودكاست بين العلم والقرآن. ازيك يا دكتورة إنجي؟ عاملة ايه؟ منورانا النهاردة. الحمد لله يا دكتورة ايه، والله ده نورك، والله انتي العسل حبيبة قلبي. النهاردة عايزين نتكلم بقى، بما ان احنا في آخر 10 أيام من رمضان، فعايزين نتكلم عن ليلة القدر. آخر 10 أيام دول يعني أميز 10 أيام في رمضان. طبعا احنا عارفين أول 10 أيام أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. بالظبط. في آخر 10 أيام دول 10 أيام العتق من النار، يعني العبادات بتزيد، بنكثف العبادات، بنختم القرآن في آخر 10 أيام. وكمان قال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أحسنتي. فليلة القدر دي ربنا قال إن هي خير من 1000 شهر. يعني انت ممكن انتي قلتي الآية وقلتي خير من 1000 شهر، تمام؟ ليه 1000 شهر؟ ليه ما تحددتش بالسنين؟ ليه 1000 شهر؟ لأن هي بتيجي في شهر رمضان، يعني الموضوع مرتبط بالشهور. فهي عشان بتيجي في شهر رمضان، فهي في شهر، هي بتيجي في شهر. فهي بيقولك ليلة القدر دي، ربنا بيقولك ليلة القدر دي، الليلة اللي بتيجي في شهر دي خير من 1000 شهر. فاحنا ممكن نقضي حياتنا كلها نعمل غلطات، ونيجي في ليلة القدر ربنا سبحانه وتعالى بيدينا نفحات وهدايا كده ربانية منه عشان يغفر لينا. فاحنا المفروض في ليلة القدر دي ان احنا نكثف العبادات بشكل كبير، نكثف الدعاء لربنا. ربنا بيحب عبده اللحوح، نقعد ندعي ربنا كتير ونختم القرآن. وبجد دي فرصة عظيمة جدا يا دكتور آية. طبعا الروحانيات كمان بتكون عالية جدا في آخر 10 أيام، وللأسف الناس بتضيع آخر 10 أيام في تحضيرات العيد والكحك والبسكوت والهيصة دي. فالموضوع معهم بيبوظ خالص، فبيضيعوا أعظم فرصة ممكن تيجي في السنة كلها، ممكن ما تجيش تاني. احنا شعب والله جميل، وبنحب الفرحة وبنحب الهيصة، وبنربط عاداتنا كلها وأيامنا كلها بالأكل. بالظبط. ما دي مشكلة يا دكتور، دي مشكلة، انت بتاعت تغذية يعني. يعني احنا بنربط رمضان بالأكل الكتير، وبنربط العيد بالكحك. بالظبط. وبنربط العيد الكبير باللحمة. لا يا دكتور، بس إلا الكحك، كله إلا الكحك. الكحك ده العشق والله. الحلقة الجاية إن شاء الله بإذن الله هنتكلم على الكحك ازاي بإذن الله. خلاص اوكي، العيد بقى والكحك، وكل سنة وانت طيبة. وكل الناس بقى بتحضر للكحك والبسكوت والبيتيفور. بنضيع على نفسنا فرصة عظيمة، يعني فرصة ان الوقت ده مش بيتعوض تاني. لا لا لا، هو مش بيتعوض. وانا نفسي الناس تبطل شوية ان هي يعني الاكل مش هيطير. بالظبط. هناكل كحك والله وبسكوت. وبعدين اغلب الناس دلوقتي بتشتري، يعني قليل قوي اللي بقى يعمل. فيا جماعة استغلوا اللي بيشتري يا دكتور. في ناس طبعا بتفرش، بينزلوا يشتروا لبس العيد، اي شغلانة وخلاص. هم مهتمين. يعني بصي، العيد فرحة ماشي، انا والله متفقة معاكم، بس بلاش نضيع اخر 10 ايام. يعني يا دوب يعني يا ريت العادات اللي احنا هنعملها دي نعملها في الاول. يعني نعملها مثلا ايه، اول 10 ايام في رمضان كده، وفي الاخر نوفر الايام دي للعبادات والتقرب من الله، ونغتنم الفرصة دي. عشان انا شايفة ان احنا محتاجين وعي. يعني الفرصة دي بتيجي للناس كلها، بس اللي بيستغلها صح واللي ما بيستغلهاش صح. فاحنا محتاجين ان احنا نرتقي بوعينا شوية، عشان رمضان كله عبارة عن فرصة عظيمة. ممكن اصلا يعني كل واحد مش ضامن يعيش لبكرة، فممكن يجي عليك رمضان اللي جاي وانت مش موجود في الدنيا. فلو اتعاملنا من هذا المبدأ، هي فرصة لازم نغتنمها.
بالظبط. وانا عايزه اقول لك الروحانيات اصلا هرمون السيروتونين والدوبامين بيعلوا جدا جدا في الايام دي يعني، فده بيدي احساس بالسعاده وبالفرح. ولا انت ايه رايك؟ طبعا لما كلنا بنتفق ان احنا نعمل نفس العباده او نفس الفعل في وقت واحد بيكون تاثيرها اعلى، فكلنا بنحس بنفس الاحساس في وقت واحد، فبتحسي بفرحه مضاعفه. يعني فرحه العيد كلنا فرحانين مع بعض، فرحه دخول رمضان كلنا مع بعض. الناس حتى في اول رمضان تلاقيهم كلهم نازلين يصلوا حاسين بالفرحه. لو كل واحد عمل الحاجه دي لوحده مش هتحسي بفرحتها، فلازم كلنا نتحد مع بعض، وكلنا برضو ان احنا نستغل الفرصه دي. بنأكد على الموضوع ده يا جماعه. رمضان شهر واحد في السنه، فالاكل ممكن يتأجل، الشرب ممكن يتأجل، انما فرحة رمضان وان انا استغل الفرصة دي عشان الواحد يكون عنده تنظيف طاقي وروحاني يمشي عليه طول السنة. انا زي البطارية بالظبط كده، بشحن البطارية بتاعتي عشان تمشيني طول السنة. في ناس بتدخل رمضان وبتطلع بطاريتها فاضية يا دكتور، بيدخلوا ياكلوا ويطلعوا تاني، دي مشكلة. ربنا يا رب يديم علينا الفرحه ويديم علينا الايام الجميله ورمضان شهر الخير والبركه، ويديم علينا فرحه العيد، ويديم علينا الإسلام واتحادنا اللهم آمين. كمسلمين ومسيحيين مع بعض. يعني على فكرة رمضان السنة دي جاي مع صيام برضو إخواتنا المسيحيين. فعلا في مصر جميلة العادات اللي فيها إن إحنا بيجي علينا أوقات ساعات أيام بنعيد مع بعض وأيام بنصوم طبعاً، مع بعض أكيد. والتلاحم والترابط اللي بين المسيحيين والمسلمين مش هتلاقيه غير في مصر. اكيد اكيد طبعا. فربنا يا رب يديم علينا الوحدة والأخوة. نسأل سؤال تاني، هل ليلة القدر في ليلة واحدة ولا في أكتر من ليلة؟ اللي هي ليلة 27 احنا اخدين طبعا كلنا بنحتفل بليلة القدر ليلة 27. هي يوم فردي واحنا متفقين ان هي بتبقى يوم فردي. ايوه بس ليلة القدر مش يعني هي مش اكيدة ان هي في ليلة 27. هو ده الاحتمال الأعلى. ليلة القدر بتبقى يا ممكن تبقى ليلة 21 او ليلة 23 او ليلة 25 او ليلة 27 او ليلة 29 بالظبط. فهي ممكن تكون في احد الليالي دي، ولكن انا برجح ان احنا نغتنم العشر الاواخر كلهم. بالظبط. لان ما نستناش هي ليلة واحدة، لا احنا نغتنم حتى الايام الزوجية دي، ايام العتق من النار. بعيدا بقى عن ليلة القدر، العشر الاواخر هم ايام العتق من النار. يعني في يوم واحد من العشرة دي ربنا يكتب لك ان انت تكون من عتقائه من النار. بالظبط. انا بشوف ان اخر 10 ايام دول يعني اخر فرصة للي ما اجتهدش في رمضان كله. ربنا بيبعت السنة كلها بالزبط. مش في رمضان. لا لو هنتكلم مثلا على رمضان بس، في ناس ما بتبدأش عبادات من اول رمضان. احنا بننشغل بالاكل بالظبط. فاخر 10 ايام بيكونوا فرصه عظيمه. وكمان عندنا ليله القدر، يعني انا شايفه ان ليله القدر دي بتكون من اعظم الهدايا اللي ممكن ربنا يبعتها لحد. طبعا. بدليل ان في ناس بتستقبل الهديه دي بطاقه نظيفه وبروحانيات كويسه، وفي ناس اصلا بيعدي عليها رمضان كله ما بتحسش بليله القدر. معنى كده ان ليله القدر دي فعلا هديه ربنا بيختار مين يبعتها له. ده تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل يعني بيحصل فعلا يعني في الليله دي. الملائكة بتنزل في الليلة دي. بالظبط. فليلة عظيمة يعني. ربنا يرزقنا ليله القدر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب احنا يا دكتور في شهر رمضان المفروض ان هو شهر التنظيف الطاقي والروحاني، تمام؟ ازاي احافظ على نفسي بنفس النقاء ده للسنه اللي جايه؟ احنا عارفين ان رمضان انا دخلت شحنت البطاريه بتاعتي وخرجت، ازاي احافظ على نفسي قدر الامكان ان انا اوصل رمضان اللي بعده بوعي اعلى؟ سؤال حلو، بس ايه رايك نسيب السؤال ده للناس هي اللي تجاوب عليه؟ استنونا الحلقه الجايه في بودكاست بين العلم والقران، هنتكلم عن العيد وكحك العيد. استنونا، ما تروحوش في اي حته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.